هتبقى أقوى رجل في العالم، وبضغطة زر تقوم الحرب النووية. ولو مش عاجبك قرار اتفق عليه العالم كله، عادي هترفع ايدك وتستخدم حق الفيتو وتعمل كل اللي على مزاجك. وعشان تبقى ده محتاج اقول لك الطريقة، والطريقة بسيطة: كيف تصبح رئيسا لأمريكا. انتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة 2020. في نوفمبر اللي جاي ده 2020 هيكون في رئيس جديد لأمريكا، أو ممكن ترامب يعمل لنا مفاجأة ويكمل برضه. أصل ال4 سنين فاتوا هوا، أنت حسيت بيهم؟ أنا والله ما حسيت بيهم. بس إزاي يقدر ترامب أو أي مرشح أمريكي يوصل لكرسي الرئاسة؟ هتقول لي ده سؤال سهل وبسيط، ما أكيد بأغلبية الأصوات الشعبية. لا، المفاجأة بقى إن مش بالأغلبية ولا أي حاجة. في أمريكا الموضوع مش كده خالص. طب الموضوع إيه؟ هقول لك. بص، هي مش لعبة أصوات شعبية، هي لعبة أصوات بس بشكل مختلف. يعني إيه بشكل مختلف؟ أنا أقول لك. في البداية الموضوع بيبدأ زي أي حتة في العالم، أصوات شعبية بنعرف منها مين المتنافسين، اللي هم غالبا بيبقوا من أكبر حزبين، اللي هم الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. وعادة مرشحين الحزبين دول هم اللي بيستولوا على المشهد الانتخابي، وده برغم وجود أحزاب تانية كتير على فكرة. حاجة كده زي الأهلي والزمالك عندنا. بس أقول لك على حاجة: الاتحاد سيد البلد. وبعد ما واحد فيهم بيكسب بالأصوات الشعبية، ببساطة ما بيكسبش. يعني إيه ما بيكسبش؟ هقول لك. في أمريكا في حوالي 200 مليون ناخب، بس الصوت اللي بيحطوه في الصندوق مش هو اللي بينتخب المرشح مباشرة. أمال الصوت بيروح فين؟ ولازمته إيه؟ طيب اصبر بس معايا وهفهمك. نظام انتخابات الرئاسة الأمريكية ما اتغيرش من القرن ال18، من بداية تاريخ أمريكا نفسها، واللي اتكلمنا عنه في حلقة أمريكا قارة، واللي هتلاقي اللينك بتاعه برضه في التعليقات تحت، ولو بتشوفني يوتيوب هتلاقي اللينك بتاعه هنا. النظام بيعتمد على تصويت ما يدعى بالمجمع الانتخابي أو الهيئة الانتخابية، واختيار الرئيس والنائب بتاعه بيجي من عندهم. طبعا انت بتسأل دلوقتي هو ايه المجمع الانتخابي ده؟ المصادر اللي تحت اللي انت ما بتبصش عليها هتشرح لك كتير، بس انا هشرح لك الخلاصة. المجمع الانتخابي بيضم 538 مندوب، وكل ولاية بترشح عدد معين من الاشخاص علشان يكونوا ممثلين ليها في فترة الانتخابات الرئاسية. يعني مندوبي الولاية في المجمع الانتخابي هو عدد ممثليها في مجلس النواب زائد 2، وهو العدد المخصص لتمثيل كل ولاية في مجلس الشيوخ، اللي هم كام ولاية؟ 50 ولاية. هتقول لي لا، أمريكا 51 ولاية. هقول لك لا، 50 ولاية بس زائد مقاطعة فيدرالية واحدة اللي هي واشنطن دي سي العاصمة. طب اشمعنى واشنطن دي سي غير اخواتها يعني؟ لان العاصمه واشنطن بحسب الدستور الامريكي غير ممثله في الكونجرس، لكن سكانها لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسيه، ولذلك لها 3 مندوبين في المجمع الانتخابي. وبكده المجمع الانتخابي بيضم 435 عضو اللي هم نفس عدد نواب مجلس النواب، زائد 100 سيناتور من مجلس الشيوخ، زائد 3 اعضاء ممثلين عن واشنطن، يعني 538. نصهم كام؟ 269. وخليك فاكر الرقم ده هنستخدمه في الجملة اللي جايه على طول. من الآخر كده صديقي، اللي هيفوز محتاج 270 صوت، نص عدد أصوات مندوبين المجمع الانتخابي زائد صوت زيادة. ويا ريت تبص على المصادر اللي موجودة تحت اللي بتحلق لها كل مرة، وهتلاقي فيها كل التفصيل. والكلام ده معناه إن تصويت الشعب الأمريكي كلام على ورق، مش يعني بص مش يعني ممكن يكون في رئيس لأمريكا كسب لمجرد إن عدد أصواته في المجمع الانتخابي أكتر من عدد أصوات الناخبين المواطنين. هل ده صحيح؟ جاوب أنت بقى. بحييك يا صديقي. أيوة، وده حصل فعلا. وخليني أقول لك مثالين كده. أول مثال: الرئيس جورج بوش سنة 2000 قدر يحسم سباق الانتخابات لصالحه ب 271 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 266 صوت لمنافسه الجور. طب لو انت بتحسب ورايا وجمعت 271 و266 هتطلع النتيجة 537، وبكده في صوت ناقص. طب وده واحد ده راح فين ده؟ لا والله، ده واحد من الحزب الديمقراطي امتنع عن التصويت عادي، ما تركزش يعني. جورج بوش فاز برئاسة أمريكا بأصوات المجمع الانتخابي، رغم ان الجور كان متفوق على بوش ب 540 ألف صوت شعبي على فكرة. ونفس الكلام اتكرر مع هيلاري كلينتون في انتخابات 2016. قدام مين؟ قدام ترامب. وترامب حسب النتيجة بأصوات المجمع الانتخابي برضه. ديمقراطية دي ولا مش ديمقراطية؟ ها؟ هسيبك انت تحكم. يبقى الزتونة كلها ان لو المرشح اكتسح بالاصوات الشعبية في اي ولاية ولا ليها اي لازمة عادي على فكرة، الا لو حصل على اكتساح في المجمع الانتخابي، زي اللي حصل مع نيكسون مثلا يعني في اول فترة انتخابية ليه. ده طبعا قبل ما يخرج بفضيحة بعد ما نجح في الفترة الانتخابية التانية. ولو مش فاهم فضيحة ايه، هتلاقي لينك لحلقة فضيحة نيكسون في التعليقات. خلينا نرجع لموضوعنا. في ولايات لو تكسب اصواتها في المجمع الانتخابي تكسب الانتخابات،
ازاي؟ هقول لك. عدد اعضاء كل ولايه جوه المجمع بيختلف حسب ايه؟ حسب مجموع سكان الولايه وحجم تمثيل الولايه في الكونجرس. ليه بس؟ لان في ولايات لها عدد اعضاء اكبر في الكونجرس من غيرها. طب بينا على الخريطه افهمك كل الطلاسم دي الولايات المتحده الامريكيه. المجمع الانتخابي بيضم اصوات 50 ولايه زائد واشنطن العاصمة. الولايات اللي ليها عدد أكبر من الأصوات في المجمع الانتخابي هي ولاية كاليفورنيا عندها 55 صوت من أصل ال 538 لو تفتكر. تكساس 38 صوت، وعندك ولاية نيويورك وولاية فلوريدا كل واحدة فيهم عندها 29 صوت، وإلينوي 20 صوت، وبنسلفانيا برضو 20 صوت. تكسب الأصوات في الولايات دي كده تبقى عديت ليفل الوحش يا معلم، والتكه اللي فضلك على الحلو هم حبه اصوات يعني هتعرف تجيبهم، انا مطمن عليك يعني، وساعتها نقدر نقول لك مبروك بقيت رئيس امريكا. زي ما انت شايف كده محسومه ومعروفه من قبل الانتخابات ان في ولايات حمراء بتدعم الحزب الجمهوري وولايات زرقاء بتدعم الحزب الديمقراطي. استنى بس، في حاجه اسمها الولايات المتأرجحه سوينج ستيت، ودي اللي بتجيب الجول في الدقيقه 90. ازاي؟ تعال اقول لك. الولايات المتأرجحة هي الولايات اللي الجمهوريين والديمقراطيين ليهم فيها نسب دعم متقاربة، وما ينفعش تهملها لأنها بتساهم ب 66 صوت انتخابي. اللي هم مين طيب؟ أريزونا، فلوريدا، نيفادا، نبراسكا، نيو هامشير، وكارولاينا الشمالية كمان في الآخر يعني. طب بنحسب عدد أصوات كل ولاية لصالح كل مرشح إزاي؟ علميا ممثلين كل ولاية في المجمع الانتخابي المفروض بيختاروا المرشح اللي فاز بأغلبية الأصوات الشعبية في ولايتهم. طب عمليا ده مش دايما بيحصل على فكرة. يعني لو ترامب المرشح الجمهوري حصل على أغلبية الأصوات الشعبية في كاليفورنيا مثلا يعني اللي بتدعم المرشح الديمقراطي، ممثلي الولاية في المجمع الانتخابي عادي جدا هيتجاهلوا الأصوات الشعبية وهيختاروا مرشحهم الديمقراطي ويكسبوه. حصلش حاجة، عادي جدا. طب بيعملوا كده ليه؟ عشان كل ممثل هيصوت للمرشح اللي بينتمي للحزب بتاعه، يعني بيختار اللي هو شايفه في مصلحة الولاية مش رأي الولاية. فاهم الفرق ما بين المصلحة والرأي؟ وانا كأحمد سلامة اظن ان للسبب ده ما تغيرش النظام الانتخابي في امريكا بلد التطور والتحديث. من امتى؟ من القرن ال18. ليه؟ لانه النظام بيحافظ على التحكم في عملية اختيار الرئيس. طب تيجي انت يا صديقي المركز معايا كده تسألني ايه اللي بيحصل لو مفيش ولا مرشح جاب 270 صوت؟ هقولك. في الحالة دي أعضاء مجلس النواب بينتخبوا رئيس من بين أكتر 3 مرشحين حصلوا على عدد أصوات. شفتوا الديمقراسي؟ بس ده يخلينا نسأل سؤال لطيف، هو ده صح ولا غلط؟ يعني هل الديمقراطية المطلقة صح ولا غلط؟ يعني لو حد لا قدر الله تعب وكل أصحابه قالوا له عادي برد ما فيهاش مشكلة، وواحد بس فيهم قال له لا يا معلم دي كورونا، بس الواحد ده كان دكتور، تفتكروا هيطبق مبادئ الديمقراطية؟ قبل ما تجاوب فكر ودور وشوف الكتاب بيقول ايه. اتشرف بمتابعتكم لقناه زي الكتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. اشوفكم بخير.